الإخوان السلام عليكم. القصة ديال اليوم غادي تكون عجيبة وغريبة وحرفيا غادي تكون أغرب قصة تقدر تشوفها في حياتك، والأغرب من هذا الشيء كامل هو النهاية اللي غادي تصدمك ديال بصح. فاطمة هي واحد الشابة مغربية غادي تسافر خارج مدينتها باش تكمل قرايتها وتحقق واحد الهدف كانت كطمح ليه، ولكن كيف كنقولوا في جميع القصص لا تسير الرياح كما تشتهي السفن. داك الطائر اللي كان كيحلم يطير في السماء ويمشي بعيد غادي تهرسوا ليه جناحه بقى غير في بلاصتو محطم جسديا ونفسيا. فاطمة غادي تعرضوا ليها 5 ديال البلطجية واختطفوها وتعداو عليها ب5 بيهم، وراكم عارفين نوع الاعتداء اللي كندوي عليه. في الحالة العادية ربما كانت هاد البنت تقدر تنهي حياتها ولا تكمل حياتها بعقد نفسية، ولكن فاطمة غادي تنتقم من هاد الوحوش البشرية بواحد الطريقة مستحيل شخص عادي يقدر يديرها. كنصحك عزيزي المشاهد تكمل هاد القصة للنهاية حيت فيها شي أحداث اللي هاربة ديال بصح، خصوصا الطريقة اللي انتقمت بها فاطمة من هاد البلطجية. فإلا كان كيعجبك هاد النوع ديال القصص فقط دير لايك وشي تعليق محفز، وإلا كنتي جديد وأول مرة كتشوف القناة مرحبا بك في العائلة. فبلا ما نطول عليكم نبداو في القصة ديال اليوم. سنة 2004 واحد البنت سميتها فاطمة كانت عايشة مع والديها في مدينة وزان. فاطمة كانت بنت مجتهدة وكتقرا على راسها، بقات كتقرا حتى خدات الباك ديالها بمونسيون، ولهذا غادي تنتقل لمدينة الرباط باش تكمل قرايتها في كلية الطب والصيدلة. العائلة ديالها كانت شوية الأوضاع المادية ديالها ماشي شي حاجة اللي واو، ولهذا خدات قرار باش تقلب على شي خدمة تصوفي بها راسها وتكمل قرايتها في نفس الوقت، باش هكا ما تشكلش واحد الضغط على والديها اللي يلاه مقاتلين مع الزمان. فاطمة قدرت تلقى خدمة في واحد المحل صغير ومشات الأمور زي الفل، وهكا خدات أول خطوة في تحقيق الحلم ديالها اللي كان هو تفتح صيدلية خاصة بها في أحد الأيام. دازت الأيام حتى جا اليوم الأسود اللي غادي تبدل فيه كل شيء. 25 أكتوبر 2004 داك النهار سالت الخدمة ديالها معطلة شوية. اللحظة اللي تمت راجعة في حالها للدار فين ساكنة، غادي تتعرض ليها واحد السيارة الزاج ديالها فيمي، غادي توقف عليها وهي تحس بشي واحد كيجرها لداخل من السيارة بقوة. فاطمة بدات كتغوت وكتطلب الناس يعاونوها، ولكن ما كاينش اللي تسوق ليها، وهنا عرفات باللي هاد الناس اختطفوها وناويين على شي حاجة خايبة. السيارة كان فيها 4 ديال الأشخاص. فاش كانوا شادين الطريق بدات البنت كتطلب فيهم يطلقوها تمشي في حالها. بدات كتغوت وكترغب وتزاوق، ولكن والو. واحد شويه واحد فيهم قد الحلوف غادي يجبد عليها بتصرفيقه تدور ليها وجهها وقال ليها سكتينا شويه. فاطمه هنا ما بقى عندها حتى شي حل من غير سكات وتسنى المصير المجهول اللي غادا ليه. حاولت تحفظ البلاصه اللي كانوا غاديين ليها. من الرباط غادي يدوزوا على تماره، موراها غادي يشدوا طريق سيدي يحيى زعير، وما فحال عاقوا بها كتحاول تحفظ الطريق وهما يغمضوا ليها عينيها بواحد التوب. فاطمه واخا غمضوا ليها عينيها الا انها كانت ذكيه، غادي تحسب المسافه حتى للبلاصه فين غادي ينزلوها باستعمال النبضات ديال قلبها، وكان عدد النبضات هو 526 نبضة. أخيرا السيارة حبسات. نزلوا فاطمة وحلوا ليها عينيها ودخلوها لواحد الدار معزولة وما ساكن فيها حتى شي واحد، وقالوا ليها غادي ديري داكشي اللي طلبنا منك بالحرف إلا بغيتي تبقاي عايشة. دوك الربعة نزلوا فاطمة وما خلاو ما داروا فيها. المشكل أنهم عيطوا على صاحبهم الخامس حتى هو يشارك معاهم في هذا الفعل الوحشي. 5 ديال الوحوش استمروا في الاعتداء على هاد البنت لمدة 3 أيام متواصلة، ويمكن لكم تخيلوا بشاعة هاد المشهد وش من قلب عند هاد الناس. من بعد ما دازت 3 أيام وشبعوا منها، غادي يعاودوا يغمضوا ليها عينيها وشدوا الطريق حتى وصلوا لأحد شوارع التمارة ولاحوها تما وزادوا في حالهم. فاطمة تدمرت نفسيا وما بقات عارفة فين تمشي ولا شنو دير. هي ما كانت من عائلة محافظة ما غاديش تقول هادشي لوالديها، وهادشي حفاظا على السمعة ديالهم. فاش بقات كتفكر لقات أن أحسن حل هو تاخد حقها بالقانون، يعني تمشي ديكلاري عند البوليس. مشات للكوميسارية عاودت ليهم شنو وقع ليها بالتفاصيل. واحد الشرطي خدا الاقوال ديالها وقال ليها اوكي عطينا الاسماء ديال هادو اللي تعداو عليك. قالت ليه ما عرفتش. قال ليها واخا عطينا فين ساكنين ولا اي معلومات عليهم. فاطمه قالت ليه راني ما عارفه عليهم والو. البوليسي قال ليها في هاد الحاله ما عندنا ما نديرو لك بنتي، خاصنا ضروري شي معلومات تخلينا نتوصلوا لمكان المجرمين. فاطمه كيف كيقولوا رجعت بخفي حنين، ولكن واخا هكاك بقات كتفكر في شي حل اللي غادي يرجع ليها حقها بالقانون. وهاد المره غادي تقصد واحد المحامي، ولكن مع الاسف حتى هو طلب ليها المعلومات ديال دوك المجرمين. وبقات فاطمه مجرجره من محامي لمحامي، ولكن دائما نفس النتيجه. البنت عيات والنفسيه ديالها تدمرات وبدات كتفكر تنهي حياتها، ولكن تفكرات باللي لا سالات مع حياتها هكا غادي تخلي الحريه لدوك المجرمين بلا ما يلقاو العقاب اللي كيستحقوا. ولهذا خدات قرار باش تاخذ حقها بيديها وتنتقم منهم واحد بواحد. فاطمه مشات قدام الطريق اللي خطفوها منها قدام واحد القهوه الشيشه، لبسات حوايج مقطعين على اساس انها متسوله، وبدات كتراقب اللي غادي واللي جاي. استمر هذا الوضع لعده ايام، حتى لواحد النهار هو يبان ليها واحد من دوك اللي اختطفوها في ديك البلاصه.
بدات كتراقبو بلا ما يعيق بها حتى عرفت البلاصه فين ساكن، ولقات بلي خونا من عائله لاباس عليها وساكن في واحد الفيلا مضخمه. النهار الثاني جات عنده حتى الفيلا ودقات عليه. اللحظه اللي خرج عندها تصدم وما عرف راسو باش تبلى. قال ليها انت شنو جايه كديري هنا وكي درتي حتى عرفتيني فين ساكن؟ قالت ليه شوف انا راه عرفتك تصدمتي فاش شفتي وجهي، دابا غير خلينا نتفاهموا بلاتي هي احسن. غادي تديني حتى للبلاصه فين تعديتو عليا وتما غادي نتفاهموا مزيان. السيد مع كان من عائله برجوازيه ومعروفه، خاف من الشوهه ودار ليها خاطرها. ركبوا في السياره وشدوا الطريق للبلاصه المعلومه. وصلوا للدار ووجدوا الشراب والمسائل ديالهم. هو كان كيسحب ليه بلي هاد البنت من بنات الليل ومعجبه به هو يفرح. وهنا فاطمه غادي تجبد كليمونجين ورشاتو ليه على وجهه. اللحظه اللي طاح الارض وبدا كيغوت جبدات واحد الثوب فيه مخدر ودارتو ليه في كمارته حتى فقد الوعي ديالو. موراها جراتو للبلاصه بالضبط فين تعداو عليها وحيدات ليه حوايجو وكتفاتو مزيان وخلاتو حتى فاق على خاطرو. فاش فاق ولقى راسو في ديك الحاله ولقى فاطمه قدامو عرف راسو مشى فيها كفته. بدا كيرغب ويزاوق فيها تعفو عليه وطلقو يمشي في حاله، وانه مستعد يصلح الغلط ديالو ويتزوج بها. ولكن الديب كدار به غير مره وحده. قالت ليه اسمعني مزيان، انا بغيتك تعطيني الاسماء وكاع المعلومات ديال هادوك اللي كانوا معاك، يعني ديال دوك 4 المجرمين الاخرين اللي تعداو عليها. هي باش تاكد بلي كيقول الصراحه جبدات اله ديال التسجيل وبدات كتسجل داكشي اللي كيقول. وحنا دابا كندويو على 2004، يعني مازال ما كاينش هواتف ذكيه اللي تقدر تعتمد عليها. السيد بطبيعه الحال كذب عليها بخصوص المعلومات ديال صحابه. وباش تاكد فاطمه من صحه المعلومات قالت ليه عاود عطيني المعلومات مره اخرى. وفاش قارنتهم مع المعلومات اللي سجلات المره الاولى لقات بلي كاين تناقض. وهنا عرفت بلي السيد مازال ما بغا يقول الحقيقه. فاطمه جبدات واحد الزيزوار بدات كتزوق فيه بحال شي دفتر ديال الوسخ. هو مع شاف القضيه حماضت خاف على راسو بدا كيتوسل ليها تحبس. قال ليها هاد المره ما غاديش نكذب عليك، غادي نقول لك كاع المعلومات اللي عارف غير بعدي مني. غادي نقول لك سميتهم وكنيتهم فين خدامين وفين ساكنين، واي حاجه بغيتي تعرفيها غادي نقولها لك غير ما تادينيش. السيد كاموني لما حكيتيهش ما يطلقش الريحه. من بعد ما عرف السيده ما كتضحكش غادي يبدا يخوي ليها الخنشه. قال ليها سمياتهم وفين ساكنين وكل صغيره وكبيره عليهم. فاطمه من بعد ما خدات داكشي اللي بغات شدات الزيزوار اللي كان في يديها ودوزات عليه وخلاتو كينزف حتى مات. وبالدم ديالو كتبات في الحيط 1/5 ومشات في حالها. المجرم الاول اللي صفاتها ليه كانت سميتو مراد بن عثمان، ودابا دارت عينيها على ثاني مجرم اللي كانت سميتو عصام السويدي. مشات للبلاصه فين خدام كيف قال ليها مراد وبدات كتراقبو نهار بعد نهار حتى عرفات البلاصه اللي كيعمر فيها بزاف. لقاتو كيعمر في واحد الشارع في واحد القهوه ديما مع 4 ديال العشيه. مشات قادات بزاف تاع الميكاب حتى بدلات الملامح ديالها 180 درجه، وهادشي دارتو باش تخفي الملامح ديالها وما يتعرفش عليها عصام. موراها دارت راسها كتبيع معجون الاسنان وقصدات القهوه اللي كيريح فيها. فاطمه عرفت بلي دائما عصام كيطلب اتاي بالنعناع. اللحظه اللي غادي يحط ليه السرباي اتاي ديالو، فاطمه مشات عنده على اساس انها بائعه متجوله كتبيع معجون الاسنان. بقات كتوريه البرودويات اللي عندها، ولكن هو بطبيعه الحال مع بدلات الملامح ديالها كاع ما تعرف عليها. في واحد اللحظه فاطمه طيحت الصاك ديالها بالعاني تحت الطابله. عصام ما تحنى باش يجبد ليها الصاك، فرمشات عين جبدات واحد السم قاتل ودارتو ليه في البراد. عصام رد ليها الصاك ديالها وقال ليها شكرا ما بغيت والو. فاطمه خرجت من القهوه مشات لواحد البلاصه قريبه وبدات كتراقب السقوط ديال عصام. وما هي الا دقائق قليله حتى بدا السيد كيغوت وكرشو كتقطع بالحريق. اللحظه اللي تجمعوا الناس كاملين على السيد يشوفوا مالو. فاطمه دخلت للطواليت ديال القهوه وجبدات العكر وكتبات على الحيط 2/5. ودابا رسميا فاطمه غادي تولي قاتله متسلسله. رجعت للدار وهي فخوره بهذا الانجاز. السيد اللي شرب داك السم مستحيل يفلت. فاطمه تفكرت باللي الرقم ديال المجرم الثالث سمير الفاطمي كانت في داك التسجيل اللي خداتو من عند مراد. دوزات ليه النمره وبدات كتريط فيه حتى طاح في الشبكه. قالت ليه حقا انا معجبه بك ومن شحال هادي وانا باغا نقولها لك وهذه هي الفرصه المناسبه. هو مع كان موالف كيدير بزاف ديال العلاقات جاتو فحال شي دجاجه بكامونها. الفرصه جات حتى لعندو اذا مستحيل يزقلها. دار معاها يتلاقاو قدام غابه الهرهوره اللي كاينه في تماره. قالت ليه اوكي. قدات بزاف ديال الميكاب حتى بدلات الملامح ديالها كيف العاده. وحتى لدابا اصلا سمير مازال ما عارف باللي صحابو ماتوا. المهم فاطمه سبقاتو للبلاصه فين غادي يتلاقاو بنص ساعه. فاش شافتو قريب بدات كتشير ليه زعما انا هي البنت اللي داير معاها. المهم بداو كيديو كيجيبوا في الهضره وكيتفاهموا على البلاصه فين غادي يقصروا مسائل فحال هكا. طلعت معاه في السياره وتمو غاديين وشويه وهي تقول ليه عافاك دخلني للغابه بغيت نقضي حاجه. بدات غادا كتقيدي فيه جيت الغابه حتى داتو البلاصه فين بغات. نزلات من السياره وضربات الدوره وجات عنده قدام الشرجم.
هو مع نزل الدجاج باش يشوف مالاه وهي تجبد كليموجين وضرباتو ليه في عينيه. سمير شد في عينيه وبدا كيغوت بقوه الحريق. وهنا فاطمه خوات عليه ليسونس وشعلات فيه العافيه وسط السياره ديالو، يعني حرقاتو وهو حي. فاطمه هنا بدات كتغوت وكتقول ليه بلي انا هي البنت اللي تعديتي عليها انت وصحابك، انا هي الشابه اللي خرجتوا ليها على حياتها. كتغوت وما عارفاش واش كيسمع فيها ولا لا. موراها مشات للزاج اللوراني ديال السياره وكتبات بالعكر 3/5. الضحايا اللي قبل سمير بجوجهم ماتوا، ولكن سمير بقى عايش وداوه بسرعه للمستشفى. البوليس ما لقاو حتى شي دليل يوصلهم للقاتل من غير دوك الارقام اللي هي 1/5 و2/5 و3/5. سمير فاش داوه للسبيطار وفاق من الغيبوبه اعترف بكل شيء، عاود ليهم على البنت اللي تعداو عليها هو وصحابو ب4، وقال لهم بلي فاش شعلات فيه العافيه قالت ليه انا هي البنت اللي تكرفصتو عليها. مع الاسف سمير مات قبل ما يقول لهم الاسماء ديال دوك الجوج صحابو اللي باقيين عايشين، لحقاش الحروق اللي تعرض ليها كانت خطيره وما قدرش يستحمل ومات. الضحيه او المجرم الرابع كل واحد وشنو غادي يسميه كانت سميتو خالد معتوق. فاطمه فاش عرفات بلاصتو فين كيمشي عرفات بلي كيعمر بزاف في احد الحانات الليليه. السمعه ديالو كانت خايبه بزاف ولهذا حتى شي بنت ما كانت كتقرب منه ولا كتهضر معاه. حتى لواحد النهار فاطمه لبسات مزيان وتقادات وتعطرات حتى ولات كتبان هي اللي كاينه. مور مع ناس بالحاله قصدات الحانه اللي كيكون فيها خالد. هو كان ديك الليله سكران بيلا ودار بزاف ديال المحاولات مع البنات اللي تما، ولكن ما كاينه حتى شي وحده اللي عطاتو وقت. شويه وهي تجي عنده وحده قرطاسه وقالت ليه شنو بان لك نمشيو نكملوا القصاره في غابه المعموره. خالد بطبيعه الحال مستحيل يضيع فرصه بحال هادي. شدوا الطريق جهه المعموره حتى وصلوا للغابه، وهنا فاطمه غادي تجبد واحد الثوب فيه مخدر ودارتو ليه في وجهه باش يفقد الوعي. هو مع كان سكران ما غاديش يفقد الوعي 100%. بقى كيقول ليها شكون انتي وشنو بغيتي عندي. هو مع كان سكران بيلا كان داير بحال الزومبي. فاطمه خرجاتو من السياره وجراتو قدامها وكتفاتو مزيان حتى ما بقاش قادر يتحرك. موراها طلعت للسياره ورجعت للور ووركات مزيان على كسيراتور ودازت في خالد. بقات غادا جايه فوق الجثه ديالو بالسياره حتى تاكدات بلي السيد مشى. من بعد ما صفاتها ليه شدات واحد الورقه وكتبات فيها 4/5 وعلقاتها في واحد الشجره قريبه من ديك البلاصه. الخبر غادي ينتشر في جميع انحاء المملكه المغربيه في حال العافيه وسط التبن. بنت صفاتها 4 ديال الشباب اللي تعداو عليها وباقي الخامس. المجرم الخامس مع شاف صحابو شنو وقع لهم مشى برجلو عند البوليس وقال لهم غا شدوني، راه انا هو داك الشخص الخامس، غير اعتقلوني حسن ما تصفيها ليا تا انا. البوليس تلقوه يمشي في حاله باش هكا يكون هو الطعم اللي غادي يعاونهم يشدوا فاطمه، ولكن فاطمه عاقت بالخطه وما قرباتش منه نهائيا. السيد الخامس ما بقاش كيقدر ينعس ودخل في حاله جنون وهلواسه. كان كيتخيل انه في اي لحظه تقدر فاطمه تبعث معاه وتصفيها ليه بحال هذوك اللي سبقوه. وبقات الحاله ديالو غادا من سيء لاسوء حتى هرب ليه الفريخ ودخلوه للسبيطار ديال الحماق. شهر ماي من سنه 2005 البوليس غادي توصلهم واحد الرساله كتقول: سيدي، انا الفتاه التي اغتصبها افراد العصابه، لقد نفذت فيهم حكمي عليهم بالاعدام، لقد اعدموا احلامي وحرموني من العوده لاهلي ومدينتي، ورغم المحنه التي مررت بها اتممت دراستي، وحين تصلكم رسالتي هذه ستكون الطائرة قد أقلعت بي إلى بلد بعيد جدا، وفي بطني جنين لا أعرف من يكون أبوه من بين ال5 المغتصبين. لن أعود إلى بلدي أبدا وسأظل بعيدة. التوقيع ديال هذه الرسالة كان باسم المغتصبة. فاطمة فاش ما لقاتش اللي ياخذ ليها حقها ناضت وخداتو بيديها. في نظركم أصدقائي، واش هاد التصرف اللي دارت فاطمة مع هادوك اللي دمروا ليها حياتها كان من حقها، ولا كان هادشي اللي دارت غلط 100% وكاينه شي طريقة أخرى باش تاخذ الحق ديالها؟ وحتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهاية القصة ديال اليوم. نشوفكم في قصة جديدة، إلى اللقاء.